هي بصراحة خلال شهر رمضان تكلمنا بزاف على صحة الموضة في القفطان في الجلابة إلى آخره. وبما أن معنا الفنانة دنيا باطمة فغنحاول نقلبوا شوية على أصل القفطان المغربي اللي هو داير واحد لا بروبليماتيك كبيرة سورتو في المغرب العربي. هو الأصل هو الأصل القفطان هو لباس مشترك بين بزاف ديال القبائل العربية ومنذ زمن بعيد جدا، بحكم أن القفطان كان عارف انتشار كبير في العالم منذ القدم في مناطق مختلفة، منها آسيا الوسطى، بلاد فارس اللي هي إيران، الهند منذ كانت محتلة من طرف المغول، والبندقية والمملكة العثمانية اللي هي تركيا حاليا. ويقال أن الأصل ديال القفطان القفطان بصفة عامة هو اصلها عثماني، بحكم ان هذا القفطان اللي كانت الميزه ديالو الموحده هي اكمام طويله واسعه وبلباس طويل ومحتشم. هذا اللباس كنا كنشوفوه بالاخص في القصور العثمانيه اللي كانت كيتهدى على اساس انه توب كابي في اسطنبول، وكان لباس قيم للغايه لدرجه انه كان كيتهدى كيتقدم كهديه للناس اللي مسؤولين والناس اللي عندهم واحد الثقل في المجتمع العثماني. من بعد العثمانيين غيسمحوا في هذا اللباس بحكم ان غتكون واحد الرغبه انهم ديك اي حاجه عندها علاقه بالعصر العثماني غيبغيو يبعدوا منها ويديروا لباس معصرا عصري قريب لللباس الاوروبي. اللي غيوقع في لو غران مغرب غيكون ان هاد المغاربيين غيحافظوا على القفطان المغربي وغيطوروه بالطريقه اللي شافوها مناسبه. فغنشوفوا مثلا في مدينه، غنهضر على المثال ديال المغرب، في مدينه فاس كتشوف القفطان بواحد مميزات مختلفه على اللباس التطواني واللباس الرباطي، بحيث انه كيعتمدوا على اللباس على السقلي، تطريز بالسقلي الابيض والاصفر. ودابا ولينا كنشوفوا دي موديل جداد اللي هما الكارتيي والبرونز الى اخره، كان واحد نوع من الابداع. في الرباط غيكون لباس المخزني اللي تيكون لباس واسع وطايح اللي كتلبسوا في غالب الاوقات العروسه وتدار المخزن، لان الاميرات ديالنا كانوا كيفضلوا انه يلبسوا لباس مخزني لانه نخوه وكيعطي جماليه ورونق للسيده اللي كتلبسوا. كيف ما كان الحال تطواني رباطي او فاسي، فتيبقى القفطان حشمه وجمال وكيضفي واحد لا كلاس ونخوه للمراه المغربيه. وبحكم ان دنيا باطمه دائما كتحرص على ان اللباس ديالها يكون تكشيطه مغربيه 100% بصنع مغربي، بغيت نعرف واش انت من الناس اللي كيفضلوا انهم يلبسوا لي كوب اللي يكونوا مسيرين للعصر، او كتفضلي اللباس القديم بلا كوب ديالو القديمه، وعلاش لقب عليك انك سفيره القفطان المغربي وشي مثل لك هذا اللقب؟ الله يبارك فيك. اول حاجه فخوره انني مغربيه، ودائما في كل بقاع العالم تنفتخر انني نلبس القفطان المغربي وكتدافعي عليه، ودائما كندافع عليه وكنسطر عليه بالحمار القفطان المغربي. لقبت بهذا اللقب لانه ملي بديت وخصوصا سورتو في البرامج ديال الهواة ملي مشيت خارج الارض الوطن، فرضت عليهم انه يكون القفطان المغربي نلبسو. كانوا رافضين هذه الفكره، ولكن ما قبلتش انني نطلع حتى نلبسو، يعني كانوا عندهم دائما مشاكل وخلل معايا حتى كنلبس داكشي اللي بغيت. فلبستو ومن بعد كنت في اي حفله سواء في المغرب او خارج ارض الوطن كنت كنبغي انني نلبس القفطان المغربي، لانه كيبين الهويه ديالي، وغير هذا انه واحد لا كلاس كما قلنا المراه المغربيه او المرأة في جميع بقاع العالم. فلقبوني بسفيرة القفطان المغربي وفخورة بهذا اللقب طبعا. غير هذا بالنسبة للسؤال ديال ليلى، أنا إلى لبست قفطان بالمخزاني أو عريض كما قلتي، أو لبستو اون كوب اللي هي جديدة ومتطورة، ما فيها حتى شي باس، لأنه الأغنية المغربية كانت جديدة وطورناها، جاو شباب اللي طوروا فيها وصلت للعالميه. كذلك القفطان طبعا عنده النخوه ديالو والهمه ديالو، ما فيها باس الا طورنا فيه ووصل للعالميه، والحمد لله وصل. ودنيا راه درتي واحد لونسيتي واحد لا طوندونس ديال القفطان حوته. فوالا دابا البنيتات
كلهم عرفتي مراهقات وهذا تيقول لك لا فصلي لي لاكوب حوته فوالا حيت بحال صيغة، لاكوب صيغة فوالا كتسمى. وبالعكس وصلت هذا الصيت وصلت للخليج او مصر او ولاو تيفتخروا هذوك الفنانات انهم يمشوا في الريد كاربت بالقفطان المغربي. واكيد النخوه المغربيه القفطان اللي هو مخزاني ملي كتجي الوقيته ديالو راه تلبسوه اكيد. لا تبارك الله عليك.